الأهرامات هي مقابر للملوك ولا مصانع للخلود؟ مصادر للطاقة ولا تخليد للمومياوات؟ الحقيقة إن سر الأهرامات وسر بناها وكيفية بناها زي التحنيط بالظبط، لم يكتشف سره بعد رغم كل التقدم اللي احنا وصلنا له ده. ولو سألنا أي حد ليه اتبنت الأهرامات هيجاوب إجابة طفل في أولى ابتدائي: عشان مقابر للملوك، عشان يدفنوا فيها الملوك. طب وهي الملوك محتاجة مقابر بالعمق ده والحجم ده والضخامة دي والبراعة في الهندسة المعمارية بالطريقة دي والمعايير دي لو مدافن العيلة مش مدافن الأسرة المالكة، لو الأسرة الرابعة كلها ومدافن أبو إسماعيل كلها مش هتبقى محتاجة الهرم الأكبر. الهرم الأكبر اللي أقل حاجة ممكن تتقال عنه المقولة اللي قالها علي بن أبي طالب لما قال: وتحسب أنك جرم صغير وفيك انخرط العالم الأكبر. الهرم الأكبر ده نموذج مصغر لمقاييس الكون، وده اللي هنعرفه دلوقتي. الحقيقة إن من يومين تم اكتشاف فرع جاف من نهر النيل تحت الأهرامات، فقالوا بس احنا كده قربنا من اكتشاف سر بناء الأهرامات. ازاي اتبنت الأهرامات؟ أصل كان فيه 3 فرضيات حوالين بناء الأهرامات. الافتراضية الأولى عن طريق المستويات المختلفة والمنحدرات زي الهرم الأكبر. الفرضية التانية عن طريق الخرسانة بالحجر الجيري، ودي عبارة عن صب خرسانة مذابة من الحجر الجيري وشوية مية وطين في قوالب خشبية عشان يعملوا البلوك الخرساني لبناء الأهرامات. أما الافتراضية الثالثة فدي اللي بتدعم الاكتشاف بتاع نهر النيل، وهو افتراضية قوانين الفيزياء والطبيعة، وهي عبارة عن دفع الأحجار الجيرية على أطواف خشبية عبر نفق مليان بالمية بيمشي تحت الأهرامات ويدخل عبر 3 بوابات، وبمجرد دخوله عبر ال3 بوابات بيتم رفعه ودفعه بقوة دفع وضغط المية. طب ايه الكلام خلص على كده؟ خلاص اكتشفنا فرع النهر النيل الجاف اللي تحت الأهرامات، وعرفنا ايه السر ورا بناء الأهرامات وازاي اتبنت عن طريق دفع الأحجار اللي بتوصل وزنها الأطنان عن طريق قوة دفع الماء. طب وانتوا خدتوا على كده من باب الحقيقة هنا وفي باب الحقيقة تعالوا نشوف. اكتشفنا ان نهر النيل اللي جاف الفرع الجاف ده كان ليه استخدام تاني. الحقيقة ان الاكتشاف ده والبحث ده قاموا بيه الغرب من قبلنا عشان يعرفوا ايه سر بناء الأهرامات وازاي اتحولت من مقابر للملوك لمصانع للخلود. ويا ترى مين اللي بناه؟ النبي إدريس ولا قوم عاد ولا بالسحر والطلاسم والشعوذة؟ خلونا نعرف ده بعد الفاصل.